اهلا بيكم في فيلم في السهرة، وبتبدأ احداث فيلمنا بنزول طيارة داخل مطار وبيخرج منها شخص اسمه جيمي وبيكون في طريقه للبيت، وبيبدأ يسمع المكالمات المتسجلة عشان كان مسافر، وبتكون في مكالمة من امه وهي بتطمن عليه عشان بيكره السفر بالطيارة، وبتسأله لو كان استمتع برحلته ولا لا، وان هي هتستناه على الغدا اول ما يرجع يوم الاثنين. بعدها بيسمع المكالمة التانية بتاريخ يوم الاربع، وبتكون من صديقه جريف وهو بيعتذر له عن اللي حصل ووعده ان هو يمسك الفعل في اقرب وقت. بعدها بيروح جيمي المكان بيتقابل فيه مع واحدة اسمها ديبس، وقبل ما يتكلم معاه بيجي شخص اسمه تيري وبيبعد عن جيمي، بيتكلم معاه وبيعتذر ليه عن اللي حصل، لكن جيمي بيقول له ان هو واثق يقدر يساعده باي معلومه عن الحادث. بيعرفوا تيري ان هو ما خدش باله من اللي حصل، وبيستغرب جيمي من كلامه عشان بيت تيري قريب من الحادث، ويقول له تيري لو هتسبب مشاكل في المكان تمشي من هنا، وبيحاول جيمي يمسكه لكن بيجي واحد يضرب جيمي، بس جيمي بيقدر يضربه وبيرجع لتيري، وديبس بتقول له لازم تعرفه. بيقول له تيري ان هو اللي كلم المطافي وكان في 4 اشخاص دخلوا المكان بالقوه، وسمع والد جيمي وهو بيصرخ، لكن تيري ما قدرش ينقذه عشان كان خايف. بعدها بيسيبوا جيمي وبيمشي يروح على مكان الحادث في بيت ابوه وامه، وهناك بيلاقي صوره ليه هو وامه وابوه وبيفتكر ذكرياتهم معاه. بعدها بيحصل فلاش باك وبنرجع لوالد جيمي وامه وهما بيتكلموا مع بعض، وبتطلب منه يبدا يظبط البيت عشان جيمي قرب يرجع من السفر. بعدها بنشوف مجموعه من الشباب واقفين بالعربيه جنب البنك عشان يسرقوا واحده اول ما تخرج بالفلوس، واول ما بتخرج وبتركب عربيتها بيلبسوا الاقنعه وبيطردوها، بينزلوها من العربيه وبيطلبوا منها الفلوس والا هيقتلوها. لكن فجأة بيجي والد جيمي وبيلاحظ ان في عصابة بتحاول تسرق بنت، وبينزل عشان ينقذها، لكن بيروح ليه واحد من العصابة عشان يبعده، بس بيضربه على راسه وبيموت. توصل الشرطة وباقي افراد العصابة بيهربوا. بعدها بيروح لوالد جيمي شخص من قسم التحقيقات اسمه لاين، واعتقلوا بسبب تورطه في جريمة قتل. بعدها بنشوف العصابة اللي كانت هتسرق البنت بتروح لشخص اسمه وورن وبيسألهم عن الفلوس، كان عرفوه بان في مشكلة قابلتهم بسبب راجل عجوز، ولما سألهم عن اخوه عرفوا ان هو اتقتل على ايد الراجل العجوز ده. بيقرروا يروحوا لبيته عشان ينتقموا منه، وبالفعل بيروحوا لبيت والد جيمي وبيخبطوا على الباب، وبيشوف والد جيمي من العين السحريه مين اللي بيخبط، لكن واحد من العصابه بيضربه المفك في عينه. بيقتحموا البيت وبيربطوهم وبيصوروهم بالموبايل، وبيفضي واحد منهم بنزين عشان يولع فيهم وهم عايشين، وده انتقاما من اللي عمله والد جيمي. وبنرجع بفلاش تاني لجيمي وهو ماسك الصوره، بيدخل عليه صديقه الشرطي جريف وبيقول له مفيش حد من السكان في المكان هيقدر يتكلم خوفا من العصابه. بيعرفوا ان في حادثه سرقه حصلت قبل وفاه ابوه وهو اللي منعها، وانه عنده شك بان اللي عمل فيهم كده ليه علاقه بقضيه السرقه، وان اللي حصل كان مجرد انتقام من اللي ابوه عمله. ولما بيسالوا جيمي هما ماتوا ازاي، قال له جريف ان الطب الشرعي اثبت ان هما اتحرقوا هم احياء، وبيكون جيمي حزين جدا بسبب اللي حصل في ابوه وامه. طلب من جريف يجيب له الفيديو من كاميرات المراقبه اللي صورت حادثه السرقه. بعدها بيسيبه ويمشي ويروح على مقبره ابوه وامه، وده عشان يزورهم، وبيتقابل في الكنيسه مع مورجان. بتعرفوا ان هي حاولت كتير تكلمه عشان يحضر جنازه ابوه وامه، لكن جيمي قال لها ان هو كان في مهمه قتاليه في هيلمند، لكن مورجان قالت له ان القائد المسؤول عنك قال ان تم القبض عليك واحتجازك، وما قدرش جيمي يتكلم معاها وبيمشي. بعدها بيكون جيمي داخل كافيه وبيجي له اتصال من جريف وبيروح ليه يتقابل معاه، وبيقول له جريف ان مالك العربيه البي ام دبليو اللي كانت موجوده اثناء الحادثه خاصه بواحد اسمه وارن، وانه كان عنده اخ اسمه جوشو اتقتل في عمليه السرقه، وده اللي قتله والد جيمي. وبيأكد له ان وارن هو اللي قتل ابوه انتقاما لاخوه، وبياخد منه جيمي الفلاشه اللي عليها الفيديو اللي اتصورت اثناء الحادثه. وبيروح جيمي يراقب وارن، واول ما بيخرج من الجيم بيخبط عربيته، وبينزل وارن عشان يتخانق معاه بس بيضربه جيمي، فبيفقد وارن الوعي وبيربطه ويدخله عربيته وبياخده في مكان مهجور، وبيفضي على العربيه بنزين، وبيساله جيمي عن سبب قتله لابوه. وارن بيحاول يعتذر لجيمي وبيقول له ان ابوه هو السبب في اللي حصل وهو اللي قتل اخوه. طلب منه جيمي يكتب ليه اسامي بقيه العصابه اللي شاركوا معاه في الحادثه. بعدها بيولع جيمي سجاره وبيرميها على العربيه وبتنفجر بالكامل، وبيقتل وارن. وبيروح البيت لمورجان وبتلاحظ ان هو مصاب بجرح وبتعالجه، وبتساله عن اللي حصل، لكن بيتهرب منها وبيقول لها ان هي مشاجره عاديه. تاني يوم بتكون مورجان داخل الكافيه، بتشوف الاخبار وبتعرف ان وارن رئيس العصابه اتقتل، وبتعرف من صديقتها ان وارن كان تاجر مخدرات وفي النهايه يتم قتله. واثناء ما الشرطه بتتابع الحادث بيشوف واحد من افراد العصابه اللي حصل لوارن، بيروح لواحد اسمه جاف وبيقول له اللي قتله واحد اسمه كاليب، ولما بيروحوا عنده بيضربوه بيسالوه عن سبب قتله لوارن، لكن كاليب بيقول لهم معرفش اي حاجه عن اللي حصل وبيسيبوه يمشوا. في نفس الوقت بيكون جيمي بيتفرج على فيديو السرقه اللي اخده من صاحبه جريف، وبيتقابل مع جريف بعدها وبيديله ورقه باسماء افراد العصابه، بيطلب منه عنوانهم، لكن بيتعصب عليه جريف بسبب قتله للعصابه عشان اللي بيعمله مش قانوني. لكن جيمي مش بيهتم لكلامه وشايف ان اللي هو بيعمله هو الصح، وده مجرد انتقام للي عملوه في ابوه وامه. بعدها بنشوف جريف بيحقق مع واحده اسمها جولبرت، وهي بتديله مواصفات الاثنين اللي قتلوا جوزها واقتحموا البيت بغرض السرقه. بيوصل لمكان الحادث المدير هولاين، بيقول جريف عن اللي حصل، لكن هولاين مش بيبقى مهتم بالقضيه. بيعرف جريف ان هي مجرد حادثه عاديه وما بياخدش الموضوع بشكل شخصي. بيكون جريف مصدوم من كلامه. بعدها بنشوف 2 داخل كافيه، واول ما بيدخل جيمي بيروح واحد منهم يتقابل مع جيمي وبيعرفوا جيمي ان هو محتاج يشتري سلاح، وبيروح معاه لواحد اسمه تريسون، وبدأ جيمي يختار الأسلحة اللي هو محتاجها، وبيعرفوا صاحبه إن هو مش هيشارك في اللي هو هيعمله، وده كان مجرد بيساعده في شراء السلاح، وقال له لو محتاج أي حاجة تانية يكلمه. بعدها جيمي بيراقب واحد من العصابة بيروح وراه، وأول ما بيتجمع باقي أفراد العصابة عشان ينتقموا من اللي قتل وارن،
وبيروح داني للحمام، وأول ما بيخرج بيلاقي جيمي ملثم بيضربه لحد ما بيفقد الوعي. وأول ما بيفوق داني بيلاقي نفسه مربوط على الكرسي، وبيلاحظ جيمي موبايل داني وهو بيرن وبياخد منه الموبايل، وبيكون باف واللي بيتصل بداني عشان يتأخر عليهم. بيرد عليه جيمي بيعرفه إن هو خطف داني عشان يقتله انتقاما لقتل أبوه وأمه، وبيفهم باف إن جيمي هو نفس الشخص اللي قتل وارن. بعدها بيبدأ جيمي يعذب في داني وبيخلط الأسمنت وبيشربه لداني لحد ما بيموت. تاني يوم بيتم العثور على جثة داني، وبيوصل لمكان الحادثة المحقق هولاين، وبيعرف إن داني بلع أكتر من لترين أسمنت لداني لحد ما اتجمدت في معدته ومات. وبيروح المحقق هولاين لبلاغ وارد من تيري، وبيكون مراته مش موافقة عن اللي بيعمله، بس تيري قال لها بيعمل كده عشان خايف من المشاكل وجرائم القتل اللي بتحصل وعايز يأمن المكان. بيراجع المحقق هولاين الكاميرات وبيشوف الشخص الملثم اللي بيخطف داني، وأول ما بيقلع القناع بيعرف المحقق هولاين إن عمليات القتل اللي حصلت كان وراها جيمي. ولما بيرجع جيمي للبيت بيلاقي مجموعة من الشرطة بيقتحموا البيت بتاعه، فبيهرب بعربيته وبيروح على مورجان مراته. ولما بتوصل أفراد الشرطة لبيت مورجان وبيسألوه عن جيمي، قالت إن هي ما تعرفش عنه حاجة ورفضت تعرفهم عن مكانه. تدخل لجيمي بتتخانق معاه وتتعصب عليه بسبب تورطه في جرائم القتل اللي ارتكبها، وإن اللي بيعمله مش قانوني ومش من العدالة. وبيرد عليها جيمي وهو منهار وبيقول لها إنه عمل كده بسبب تعذيب العصابة لأبوه وأمه، وإنهم ولعوا في البيت وهم لسه عايشين، وإنهم ما يستحقوش يعيشوا ولا يستحقوا العدالة. وبعد ما بيهدى بتقعد معاه مورجان بتقول له انها ما كانتش مصدقه اللي حصل، واول ما سمعت عن الحادثه وسالته عن سبب تاخره عن الجنازه، وقال لهم هم في افغانستان كانوا بيدربوا 6 جنود من الافغان لكن انقلبوا عليهم، وفي 4 من حركه طالبان قتلوا 6 من جنودهم، وتم تكليفه باكتشاف باقي المتآمرين اللي عايزين يقتلوهم، واول ما اكتشفهم قام بقتلهم، وعشان يصلوا الاوامر اتحبس، لكن اول ما عرف بحادث ابوه وامه هرب من السجن عشان ينتقم من اللي قتلوهم. بعدها بيروح على سوبر ماركت وبيلاحظ افراد من الشرطه داخل المكان، فبيهرب من الباب الخلفي. كان بيلاقي 2 من الشرطه فجأة بيمسكوه، توصل العربية بينزل منها 2 بيضربوا أفراد الشرطة، بيرفع عليهم جيمي سلاح، لكن بينزل من العربية واحد طلب منه ينزل سلاحه، بيركب العربية معاه. بنعرف إن هو قائد جيمي في الجيش، وبيطلب منه يرجع تاني للخدمة عشان متفوق في مهاراته القتالية، لكن جيمي بيقول له إنه مش هيرجع إلا لما ينتقم لأبوه وأمه، وعرفه القائد إنه معاه 48 ساعة يخلص فيها كل أموره الشخصية ويرجع تاني. بعدها بنشوف المحقق هولاين داخل المطعم، وبتتقابل معاه الصحفية جولز وبتطلب منه معلومات عن الجرائم وإن من حقهم يعرفوا كل اللي بيحصل، لكن هولاين مش بيديها أي اهتمام وهددها لو تم كتابة أي حاجة في الأخبار هيقضي عليها وبيسيبها ويمشي. بعدها جيمي بيقعد في كازينو وبيبعت لواحد من العصابة الموجودين في المكان صورة لداني وهو مقتول، واول ما بيشوف الصوره بيخاف وبيهرب، لكن جيمي بيطارده بالعربيه وبينزل يضربه على رجله وراسه لحد ما بيفقد الوعي. واول ما بيفوق بيكون مربوط بسلسله من ايده ورجله في العربيه. بيعتذر لجيمي وبيطلب منه ما يقتلوش، وبيفضل يترجاه وجيمي مش بيهتم لكلامه، وبيقول له يفتكر الاثنين اللي هو حرقهم وهم عايشين. وبيروح جيمي يركب عربيته وبيشد السلسله وبيتقسم نصين. بيتقابل المحقق هولاين مع رئيس قسم لندن، بيطلب منه سرعه ايجاد حل للجرائم اللي بتحصل، ولو الوضع خرج عن السيطره المفوض عرف باللي بيحصل هيتم تخفيض رتبته. بعدها بيروح العقيد ليش قائد جيمي يتقابل مع المحقق هولاين وبيطلب منه يبعد عن جيمي وبيسلم القضايا الخاصه بيه وان هو يخص الجيش، لكن بيرفض هولاين وبيصر انه يقبض على جيمي. وبيحكي له القائد ليش باللي عمله جيمي في افغانستان في حركه طالبان وازاي قدر ينقذ زميله، وان جيمي رجع عشان ينتقم ويخلص مهمته ويرجع تاني من غير مشاكل مع الشرطه. بعدها بيجتمع قاده الجيش مع رؤساء شرطه لندن عشان يتناقشوا في قضيه جيمي. بيعرفهم القائد ان جيمي بينتمي للجيش والجهه عسكريه، وان هو رهن الاعتقال لكن تحت تصرف الجيش، وبيطلبوا من مفوضين شرطه لندن يسلموا جيمي ويبعدوا عن القضيه. بعدها جيمي بيراقب باف اخر واحد من العصابه وبيخليه يخبط على الباب ويشتبك مع افراد العصابه وبيخلص عليهم، لكن بيكون كالب لسه عايش وبيطلب منه ما يقتلوش، وبيعرفوا باسورد الخزنه بتاعته. بيقول له ياخد كل الفلوس اللي هو محتاجها. بيسمع كلامه جيمي وبياخد الفلوس، بيدفع على المواد الكيماويه اللي بيجهزها وبيفضيها على راس كالب وبيحرقها وبيموت. بعدها بيتقابل محقق هولاين مع جريف وبيقول له انه على علم مساعدته لصديقه جيمي، لكن مش هيسيبه الا لما يقبض عليه ويسجنه. بيقول له جريف ان جيمي مش مهتم بكل اللي انت بتقوله وكل هدفه هو الانتقام. بيتعصب هولاين وبيعرف جريف انه موقوف عن العمل. وبيشوف المحقق هولاين الاخبار اللي نشرتها الصحفيه جولز في الجرايد، وان الموضوع بقى معقد وبيجيله اتصال من المفوض بسبب نشر الاخبار في الجرايد. بيتعصب عليه وانه لازم يبحث عن حل في القضيه في اقرب وقت ممكن. بيروح بعدها للمستشفى يزور باف واللي بيكون هرب من جيمي اثناء الاشتباك مع كالب في بيته. وبعدها بيروح باف لبيت جيمي وبيبحث عن الاوراق الخاصه بيه عشان يجمع معلومات عنه. واول ما بينزل يركب العربيه بيكون جيمي معاه وبيهدده بالمسدس وبيخطفه وبيقول له انه هيقتله بطريقه مختلفه، وهيديله حقن عباره عن مواد كيماويه هتخلي جسمه كله من جوه يتحرق وهيتمنى لو يضربه بالنار. لكن باب بيقول له ان هو هيبقى كويس ومش هيحصل له حاجه، لو عايز تعرف انا عملت فيك ايه افتح شنطه عربيتك. بيروح جيمي يفتح شنطه العربيه، بيلاقي
بيلاقي مورجان مراته داخل الشنطة وماتت عشان بقالها فترة في العربية ومفيش أي أكسجين. بينفعل جيمي جدا وبيقتل باف برصاص، وبتوصل الشرطة فجأة وبتطلب من جيمي يسلم نفسه. وقتها بيوصل جريف صاحبه وبيتعصب على المحقق أولاين وبيقول انت كنت في المستشفى مع باف وقبضت عليه، لكن سبته يهرب. وبيرد عليه أولاين وبيقول له عشان يوصله لمكان جيمي، لكن ما كانش يعرف ان هو هيقتل مورجان مراته. وبيطلب القائد من الفريق ينزله سلاح وبيبلغ القيادة بهروب المشتبه من موقع الحادث. بيتعصب أولاين عليه وبيروح عشان يقتل جيمي، لكن بيضربه ويوقعه على الأرض. بعدها بفترة بنشوف واحدة حامل وفي 2 بيحاولوا يعتدوا عليها، لكن بيظهر جيمي فجأة وبينقذها. وبس كده بتنتهي أحداث فيلمنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل جديد بنقدمه، واستنونا في أفلام جاية كتير. ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتبه في التعليقات. وسلام.